السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نتشارك معكم هاد الحريشة بالنعناع الصوفي اللي هو مرسيطة، باش معروفة كنعرفوها كاملين مرسيطة. دابا مع هاد الأجواء ديال البرد كتجي زوينة صراحة في الفطور، اللي بغى يجربها هادي هي الطريقة ديالها. هنايا حيدي غير الوراق ديال المرسيطة، غسليهم مزيان، خليهم في شي إناء وكبي عليهم الماء وخليهم حتى يطلقوا ديك الغبرة ديالهم وداك الشي. من بعد حيدي غير الوريقات وجيبيهم من هنا وطحنيهم في الميكسور. أنا طحنتهم على هاد الطريقة هادي. وجا عندي هنايا سميدة درت فيها خمارة حمرا كاملة، حيت عندي هنايا كيلو ديال الطحين كيلو ديال السميدة عفوا وخمارة وهذه والملحة على حسب الذوق ديالكم، وكاس ديال زيت العود. صافي بسبست ديك السميدة كاملة بزيت العود، ضروري ديري فيها زيت العود، ما ديريش الزيت الرومية. صافي بسبستها مزيان، خويت عليها داك الخليط اللي طحنت ديال المرسيطة بحال هكذا. صافي عجنته مزيان مع السميدة، ما تعجنيش غير بيدي، غير بصبع يديك زعما، ما تعجنيهاش باش ما تدقش ليك. صافي زدتها انا الماء حيت هذاك ما كفانيش، زدتها الماء وخليتها كترتاح واحد شويه. من بعد درتها في مقله اللي كانت ما سخوناش، كتبقاي تدخلي مزيان داك الماء لتحت حيت هي كتبقى السميده من التحت. صافي الحديده درت فيها السميده ودرت فوق منها العجين ديالي وقدمتها على الطريقه هذه بالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم.